في عرض تصالح ولا في تفاوض على التصالح، ويكفي ان انا اقول لعداله المحكمه الموقره ان الابنه القاصره روان في احد المجالس قالت يا عم لو كانوا جابوا بابا حته واحده كان ممكن نسامح، لكن دول جابوا بابا قطع. يا عم لو كانوا جابوا بابا حته واحده كان ممكن نسامح، لكن دول جابوا بابا قطع. سابع، لو امكن معاينه عداله المحكمه لمكان الحادث في ساعه وقوع الحادث لبيان الطريق، وهل يوجد مطبات صناعيه واضاءه كافيه لهذا الطريق العظيم الكبير الذي عرضه فوق ال 250 متر. فده بنلتمس من عداله المحكمه معاينه المكان لاستبيان هل يوجد في كباري مشاة؟ هل يسمح بمرور المشاة على هذا الطريق؟ وده التماس للمحكمة لاستبيان. كما أطلب إخلاء السبيل من عدالة المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث أنه له مكان معلوم ولا يخشى عليهم الهروب. اللي أنا بطلبه من عدالة المحكمة ده التماس وطلب بإخلاء سبيله حتى يتمكن من إتمام التصالح والجري في التصالح، لأن أنا الجلسة اللي فاتت حضرتك قلت لحضرتك حاجة واحدة، ما عندوش الأهلية اللي تخليه يجري في التصالح. هو وحيد وأبوه مسن وأمه مسنة. في إخلاء السبيل لا يا فندم. في موضوع حيازة المخدرات وتعاطيها، ايه اللي حصل في هذا الامر؟ المحكمة أصدرت قرار باستدعاء شاهد الإثبات الخامس الطبيب هاني كباري محمد إسماعيل مدير عام بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي اللي هو قام بالتحليل، واستدعاء شاهد الإثبات الرابع الطبيب جمال عبد الرازق محمد عبد العال رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية. طب انتوا عندكم مشكلة في التحاليل ديت؟ يعني ما دام بما انك طلبت او انتوا طالبين الشهود دول، المحكمة دي تبقى مرافعة قدام المحكمة يا عمرو بيه. طيب هو انا ما فهمتش لغايه دلوقتي، هل كان في مخدرات في العربيه ولا لا؟ لا يا فندم، لا يا فندم. لا يا فندم ايه؟ ما كانش في مخدرات ولا كان في مخدرات يا فندم؟ ما كانش في مخدرات يا فندم في العربيه. ومحضر فتوح ما قالش ابدا ان فتوح معاه مخدرات. الله زي جدع والله العظيم بصوت عادل امام زي جدع.